يعني يا رب الشغل يموت، يا رب يا رب الشغل يموت. حتة انك تقوم من النوم كده الساعة كام؟ الساعة 7 دلوقتي عشان تروح الشغل في رمضان، حاجة صعبة جدا. ازيكم الأول؟ النهاردة قررت اعمل حاجة غريبة معاكم كده. ما دام انتوا قريبين مني، انا قررت النهاردة اللي انا اعمل يوم كامل من حياتي، من اول ما قمت من النوم دلوقتي ببيجامة نومي كده عادي خالص، مفيش اي مشكلة. قررت ان انا اعمل يوم كامل النهاردة من حياتي طول اليوم عشان تعرفوني اكتر. بس اختار لكم يوم يكون فيه خفيف، الشغل فيه خفيف مش تقيل. دلوقتي الساعة 7 الصبح. طبعا احنا في صيام، وانا اصلا يعني نايمة بالليل متأخر، وبعدين قمنا الفجر بقى نتسحر وكمان نصلي الفجر. حتة اللي انا قايمة دلوقتي عشان الشغل، رايحة الشغل حاسة ان انا حاجة كده على دماغي صعبة قوي 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 قوي. انا مش شايفة، اقسم بالله انا قايمة لكم زي ما انا كده، ما غسلت وشي حتى. عشان يبقى اليوم من اوله كده. طبعا مش هعمل 24 ساعة يعني كل الأحداث، يعني ده هيبقى ساعة كده ولا حاجة واحنا مع بعض بعد المختطفات. الموضوع صعب، الله يكون في عون الناس اللي بتشتغل بجد وتقوم بدري كده. انا نايمة نص ساعة حاسة ان انا مش شايفة خالص. ورمضان كل ما بيخلص كل ما النوم يبقى حلو. بصوا بقى، ما تاذونيش يعني وانا لابسه بيجامتي وقاعده معاكم بتكلم وكده. انتوا بقيتوا مني والله، انتوا بقيتوا مني يعني، مني خالص يعني. طبعا ده روتين كل يوم. اصحى الصبح، اروح الشغل، بعد كده اجي اشوف انا هعمل ايه، هنكمل اليوم مع بعض نشوف. بس قبل اي حاجه دلوقتي المفروض ان انا افتح البلكونه علشان اشوف الجو النهارده حر ولا ساقعه ولا ايه بالظبط، علشان على حسب الجو ه- هلبس طبعا الهدوم اللي انا هروح بيها هروح بيها الشغل، خفيفة تقيل على حسب الجو. بس والله العظيم انا مش قادرة اتحرك. احنا هندعو دعوة الصبح كده، يا رب يا رب يعين كل الناس اللي بتشتغل بجد. موضوع صعب، ويعدي رمضان كده يا رب على خير، لان الشغل في رمضان حاجة صعبة جدا 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 جدا. مش هو الشغل مش صعب، المقوام بدري عشان ما بناخدوش كفايتنا في النوم. طبعا احنا نايمين طول اليوم وكده، فما بناخدوش، نايمين متأخر فما بناخدوش راحتنا في النوم، فبالتالي ده اللي بيكسر الدنيا. النهارده الحد، النهارده الحد اول يوم شغل بالنسبه لي. مش بنشتغل احنا يوم السبت الساعه 7 الصبح، 18 رمضان. كام في الشهر التاني؟ والله ما فاكره، 9 ولا 10 في الشهر التاني، مشفتوش يعني، بشوفه. ادعولي وادعوا لكل الناس اللي بتشتغل، ربنا كده يقويهم يا رب. يلا بقى عشان اشوف افتح البلكونه اشوف الجو النهارده هيبقى حر ولا هيبقى صيف، على حر ولا الشتاء قصدي. مش مركزه عشان نشوفوا بقى البسوا هدوم خفيفه ولا هدوم تقيله على حسب. يلا مع بعض، ودايما مع بعض، ودايما بتدعموني. كوني النهارده لا انا بدأت ادخلكم جوه بيتي وتفاصيل حياتي، اذا بقينا من بعض قوي. شكرا على اللي بيدعمني من قلبي، وشكرا على اللي بيحاول لسه اكون معاها واجيب لها عدد مشتركين ولا ايه بالظبط. وشكرا على حاجات كتير
بشوفهم مشتركين اصبحوا جزء من حياتي بجد والله العظيم. بدون عنوان، كفاء، عشيقة الحمام، مش عايزة انسى حد. مطبخ بيري طبعا حبيبتي، كل الناس اللي انا بحبهم قوي قوي قوي. ناس من فلسطين وناس من سوريا وناس من المغرب وناس من السعودية وناس من العراق. كل الناس دولت بقولهم معزة خاصة في قلبي. ده إن دل يدل على ان اليوتيوب ده اجمل حاجة في الدنيا، ان هو بيجمعنا مع بعض، بيجمعنا مع بعض. تصير علاقة حلوة قوي قوي، لدرجة انا حبيتهم جدا جدا ونفسهم كلهم يجوا يزوروني والله. يلا نكمل اليوم مع بعض. ودلوقتي بقى هفتح الستارة كده عشان افتح البلكونة. عشان نشوفوا الجو النهاردة عامل ايه. اوه، الجو فيه لم، فيه هوا كده، بس في نفس الوقت حر. ادي الجو النهاردة، يعني هو مدي على اكتر على جو ايه، خريفي. ده جو الساعة 7:05 اهوت، 18 رمضان. دي شجرة التوت اللي قدام بيتنا اللي بتزهقني في كل حاجة بقى، اللي كل شوية العيال بييجوا ياكلوا فيها ويطلعوا لي لحد البلكونة هنا. دي بلكونتي بتطل على النيل، فرع رشيد. العروسة دي بحبها جدا، قطنياتي. زرع بقى نعناع سعودي كده زي ما انتم شايفين، وبعدين ورد بلدي بس لسه ما طلعش. كنا كمان ان احنا نعيشوا على النيل، دي حاجة جميلة جدا 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 جدا. تحس ان على طول الجو جميل. طبعا جنب اراضي هي شجرة الزيتون. دي بلدي اللي انا عايشة فيها. بس طبعا حدث وايه، الشغل في مكان تاني. وطبعا رجعت لكم تاني بعد ما لبست هدومي بقى اللي انا هروح بيها الشغل وكده. يعني انا خدت حوالي تقريبا 10 دقايق لبس. يعني انا عادة مش بتأخر في اللبس، يعني بلبس سريع سريع. وده اللبس بتاعي النهاردة، انا رايحة بالشغل كده يعني. طبعا لازم ننزل الشغل مهندمين كده ولابسين كويس طبعا، عشان احنا بنقابل ناس وكده. يعني انا كده ما اتاخرتش في اللبس 10 دقايق كده يعني. فهنزل بقى الشغل، طبعا هتكون معايا طول اليوم. طبعا مش هننسى بقى واحنا ماشيين. انا طبعا صليت الفجر امبارح، صليت الفجر وعلى طول نمت الصراحه. متعوده بقى طول ما انا ماشيه في السكه اذكار الصباح، لازم الصبح كده طول ما انا راكبه في المواصلات في العربيات. طبعا احنا مش هننسى القران الكريم في اي وقت طبعا، وخصوصا بقى في شهر رمضان. طبعا بنكتر منه كلام، بنكتر في قراءة القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد. وانا بقى طول السكة وانا رايحة الشغل اقعد اقرا بقى الاذكار الصباح كلها الحمد لله. احسن ما اقعد جنب حد بقى واتكلم وكده. فده من ضمن عاداتي وتقاليدي او الحاجات اللي انا اتعودت عليها، اللي انا بصلي الفجر وانام بصراحة يعني، واقوم بقى وانا رايحة الشغل اقول اذكار الصباح مهمة في حياتنا. وطبعا يعني عندي كده ورد قرآني لازم يتقرأ كل يوم. طبعا انا حاطه القرآن كامل على التليفون، بحيث ان انا في اي وقت في الشغل في البيت في العربية اقرا الورد بتاعي. ربنا كده يجعلنا من اهل القرآن ويبارك لنا في حياتنا يا رب. ويا رب بالقرآن ندخل الجنة وان شاء الله، ونحيا حياة كريمة ان شاء الله في الدنيا وفي الآخرة يا رب ان شاء الله. يلا بقى مع بعض نبدأ معركة كل يوم، كل يوم معركة معركة. بس بحب الشغل برضه، بس هو تقيل شوية في رمضان. يلا مع بعض.
انا كده مستنيه العربيه عشان اركب، فلقيت توك توك اهوت هتكفي. كل يوم بروح فيه الشغل، باخد مواصله من البيت للشغل وكده. طبعا ما كانش فيه عربيه النهارده، اخدت توك توك. يلا يا رب يكون يوم سعيد علينا كلنا كده، ويكون عشان انتوا بدأتوا معايا اليوم يبقى احداثه كلها حلوه وخير وكده. ودي بقى مركز المحموديه بجماله، بكل التكات الحلوه اللي فيه، وفراشات رمضان ما شاء الله. كل سنه والامه الاسلاميه كلها يا رب دايما بخير. ويلا نكمل مع بعض باقي اليوم. ماشي، مش مهم تدخل الشارع، انا مش شويه. شكرا. يومك سعيد. وطبعا ده مكان الشغل بتاعي، مدرستي. حاسه الله اعلم كده ان انا جايه اصلا متاخره. اليوم المكان اللي انا بقضي فيه معظم وقتي طبعا شغلي. فاتحين البوابه اهوت. يلا سلام بقى ونكمل مع بعض. وده بقى كان نهاية اليوم الشغل بتاعي، نهاية اليوم الدراسي بتاعي اللي هو فيه يعني يوم عملي. هطلع بقى للحاجة الكبيرة بقى، هو شغل البيت وكده. وهنكمل مع بعض. هنزل السوق اشتري حاجات للبيت يعني كده، واحنا مع بعض اهوت ونشوف بقية اليوم. يوم من ايام مروة ازاي هي بتقضي اليوم بتاعها طول اليوم. طبعا كل الايام بتكون مختلفة اكيد يعني.